السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم المخرج محمد الطويل. طالع اتكلم في موضوع مهم جدا، لازم كلكم تسمعوه. دلوقتي انا كواحد مواليد 92، لو انا موزع موسيقي، لما اجي حد يقول لي مثلا انت هتوزع لفلان الفلاني، كتب لي حد مشهور فلان الفلاني ببلاش مقابل نسبة من الارباح، ومش هتاخد فلوس، هتستنى نسبة من الارباح، والاغنية لما تجيب مشاهدات وترند وبتاع تاخد حسابك. يقوم الموزع يقول لي لا انا هاخد فلوسي وقتي. لكن لو واحد زي عصام صاصة او حمو بيكا او عمر كمال هيجي يوزع عندي، انا هديله فلوس. فالجيل دلوقتي بقى بيقدر الفن الجديد، مش هقول اللي هو عشان ليه جمهور، بقدر الفن الجديد. لكن الفن القديم اللي هو في سكة هاني شاكر، الناس القديمة دي محدش بقى يقدرها دلوقتي. فمش عارف السبب في دلوقتي بقى، احنا بنيجي ورا الهلس، بقينا بنحب نعمل فن هابط عشان يجيب ترند. لكن لو عملنا حاجة ليها قيمة وكويسة ملهاش لازمة. يعني واحد زي أستاذ عمرو مصطفى كان طالع بيتكلم وبيشتم في الناس اللي هي طالعة جديدة. يعني احنا اتربينا على الكلمة الحلوة، محمد محي، محمد منير، يعني هاني شاكر، الناس اللي هي حلمي عباقي، الناس اللي هي التقيلة دي. فالناس ديت يعني تاريخ، فاللي ملوش ماضي ملوش حاضر. لكن احنا دلوقتي عايزين نشتغل مع الحاضر بس. الحاضر دوت يعني ماشي، بس الحاضر ده ما يعني ممكن يعليني في نسبة المشاهدات، يشهر اسمي، بس ما يعلينيش كقيمة، يعني كفن او كقيمة الفن اللي انا بقدمه. فاهم ازاي؟ يعني مش عارف، يعني انا واحد من الناس في نجوم جديدة ما بسمعهاش، بس بحترمهم وبقدرهم عشان ليهم جمهور. زمان كان ممكن لو حد مثلا خد رأيه في كلامي، يعني مثلا واحد غنالي وقال لي رايك في صوتي، كنت بقول له لو وحش بقول له وحش، لو حلو بقول له حلو. لكن انا دلوقتي بطلت ايه، بطلت اقول رأيي في حد. لو حلو بقول حلو، لو وحش بقول له ربنا يوفقك فيه، يعني تمام، حلو، كمل واستمر. عشان سواء ده الحلو ليه جمهور والوحش ليه جمهور. فانا عن نفسي ما بقولش لحد وحش، عشان ما يطلعش في يوم من الايام يقول فلان هو اللي احبطني، فلان ما دعمنيش، فلان ما اعرفش ايه. ده حاجه. تاني حاجه، بيجي مطرب مثلا صوته حلو جدا يقول لي انتج لي. انا مش منتج، انا مخرج وبكتب اغاني وبلحن، يعني انا باكل عيش زي زيك. والله معاك تمن الكلام واللحن وتمن الموزع، يعني هشتغل معاك. معاكش الكلام ده خلاص، انا راجل يعني عندي شغل خاص، بيزنس خاص بيا، عندي مطعم خاص بيا، فمش محتاج ان انا ايه، يعني هقبل باي حاجه، وليا سعري في السوق متعارف عليه. بس يعني ممكن يعلى مع ارتفاع الدولار، لكن يقل لا. تمام. ف يعني اي حد يجي عايز يتعامل معاه في شغل تحت امره، بس يبقى عارف ان انت يعني كلها بتاكل عيش. لو هتخش السوبر ماركت تاكل حاجه ببلاش او تاخد حاجه من غير ما تحاسب عليها، يبقى انا كمان هتيجي عندي اديك كلمات اغاني او لحن من غير ما احاسب عليه، او اديك لموزع يشتغل ببلاش. تمام. بس ممكن اشتغل ببلاش مع حد انا بحبه. انا يعني واحد زي حماده هلال، انا ماشي في السكه دي. انا مثلا ماشي في سكه حماده هلال، الناس المحترمين اللي هي احمد شيبه، الناس اللي هم ما بيجوش لا واحده ترقص جنبيهم. فاهم؟ فانت عايز تتعامل معايا، ما بتعاملش يعني مش بكتب مهرجان، انا بكتب شعبي في سكه. مثلا عصام صاصا ده حلو جدا، تمام، بكتب شعبي وبكتب رومانسي، ومش بكتب مهرجانات. ولو جه مطرب قال لي عايز رقاصة معايا في الكليب، أنا كمخرج هرفض. أنا بتعامل مع الفن المحترم. حضرتك هتيجي تتعامل معايا كمطرب محترم، هتغني بنفسك من غير ما تجيب واحدة رقاصة تصدر اسمها، تعري حتة تغطي حتة. أنا مش في الكلام ده. فأنا كمحمد ناوي، مش ناوي أقلد، ناوي أعمل زي ناس كتير زمايلي عملوا. يعني معتز التوني مخرج ممثل، عشان لو الإخراج واقف التمثيل شغال. انا كمصطفى كامل شاعر غنى، عشان لو الشعر وقف التمثيل شغال، الغنى شغال. انا كمحمد مثلا لو معظم الكلمات اللي أنا بكتبها حزيني والحاني حزيني،
بس يوم ما افكر اعمل اغنيه هصرف عليها تبقى اغنيه رومانسيه، بحيث ان انا اقدر كمان اكل عيش. يعني لو طلبت في فرح هقدر ان انا هروح اغني وابسط الناس. لكن ما اغنيش بقى جوايا هموم اتقل من الجبال ومش عارف الجو ده صعب. يعني اتقل من الجبال صعب على اللسان. لا، اغني حاجه زي مثلا يا حبيب قلبي انا فيك بموت، انت روح قلبي وبحبك موت، انت كل حاجه ليا، انت روحي ونور عينيا، انت نبضي وانت عمري وانا يا حبيبي حياتي فداك، انت حلمي بحققه وانت اللي روحي بتعشقه، انت قلبي يا حبيبي وحياتي احلى وانا معاك. ولو سجلتها وصورتها كليب هتبقى في سكة مثلا الله يبارك لي فيك بتاع تامر حسني. يعني يا اما واحدة تغنيها مع دوتو، يا اما واحدة تطلع كعروستي وانا بغني لها. تمشي ده او تمشي ده. سلام عليكم.